السبيل لقبول هاتين أمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من أجل الحبيب نصرة للحبيب عليه الصلاة والسلام نكون من حي وغيره لا مجال لك في أرضنا ما دمت فتعبت على أشرف خلق الله سيدي وحبيبي ونور عيني محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. من أحب الحبيب صلى الله عليه وسلم التزم بهديه واستنار بكلمة الحق التي جاء بها هي لا إله إلا الله. وإذا استنار القلب حق استنارة تستجيب كل الجوارح لا نستثني جارحة كلها تسير على خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بها نحيا وعليها نقاتل ومن أجلها نستشهد. لا سبيل للتخلي عن مقدسات الأمة لا سبيل للتخلي عن مقدسات الأمة لا سبيل ولا مساس بسيد البشر محمد. من أجل هذا نجتمع اليوم وأفتح المجال لأخواننا من أئمة الخطباء ومن شبابنا هو رافع لراية التوحيد كل مثل بدلوه كل ينتصر للحبيب عليه الصلاة والسلام بطريقته الكاتب بقلمه الخطيب بخطبته الأستاذ بين تلاميذه العامل بمصنعه كل على تقرأ لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سبيل العز هذه هي سبيل الكرامة سبل استعادة عز الأمة اليوم أن نستعيد كلمة التوحيد فيما بيننا أن نأخذ القدوة قدوتنا من؟ قدوتنا من؟ عندنا لا سبيل من يسافر ولو بشعرة من الحبيب صلى الله عليه وسلم نرفعها للعالم بأجله نعلنها من هذا المقام فليسمع الكل في موطننا وفي بقية
سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من يعشق رسول الله فليصلي ويسلم عليه. أحبتنا الأعزاء، ما أحلى أن نجتمع، ولكن يا مرارة الاجتماع إذا كان المساس بشخص نبينا محمد. أحبتنا الأعزاء، والله إن 14 يوم كان منحة للتونسيين جميعا. كنا نقال من خلالها أنها سوف تهدف علينا من خير الله الكثير محبة ولا شيء غير المحبة رغم اختلاف مشاربنا. وكأني بالثورة تقول أيها التونسيون، أيها الذين سالت دماء شهدائكم طاهرة تصافحوا في بينكم، لا تتركوا للأخطاء في الحضور السبيلة. هذا لا كنا نعتقد أن تفض وضعها في قلوب التونسيين، ولكن ما حيلتي أيها السادة الكرام، ما حيلتي وهنالك من هو أرض القلوب لكن تتميز قلوبهم من الغير حسدا من عند أنفسهم على هذا المجد المحمدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه ليعلم هو والكل أن تونس للجميع لا لإخطاء أي كافر، ولكن من عشش ومن عشش الكراهية في قلبه ما حيلته إلا أن نتركه جانبا، بل كل أن يقف ما وراء البحار حتى نطهر أرضنا من هؤلاء مرضى القلوب. الله أكبر ولله الحمد. يسمع هذا الناس العدو شهد بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أطلع صديق اسمع معي 1933 تاريخ فيه ميلاد عالم أمريكي الجنسية يهودي الديانة توفي سنة 1968. هذا الرجل اسمه مايكل قاف. هذا الرجل يمتلك مهنة أنه عضو في وكالة الفضاء الأمريكية. هذا الرجل متحصل على 4 ماجستير في الفلك والقانون والاجتماع. هذا الرجل متحصل على شهادات الفلك والقانون والاجتماع والفيزياء، متخصص اختصاص لا يشتهر به، ولكن كانت عادته مع التاريخ مادة التاريخ هي التي تستهويه. هذا الرجل ألف كتابا سماه العلماء 100. أتدرون لأنصار محمد بماذا وشح كتابه هذا؟ أتدرون لأنصار محمد كيف ابتدع المحكمة؟ هذا الرجل سمى الكتاب العلماء 100 وشحه بعلماء الإنسانية محمد بن عبد الله. أبلغوا مني أن